الفيديو ده هيفيدكم كتير ولازم تشوفوه للاخر، خصوصا للناس المغتربين اللي بره بلدهم وما عندهمش حاجه اسمها قشطه. تعالوا نعمل القشطه في البيت بمكونين بس. لو اول مره تشوفوني، انا اسمي هدير. ما تنسوش اللايك والشير لو عجبكم الفيديو. اول حاجه انا معايا حله نظيفه زي ما وريتكم، ما فيهاش اي حاجه. هحط كوبايتين من الكريمه بقى اللي عندك، كريمه بقى خفق او ويبنج كريم او الكريمه اللباني اللي يريحك. هاخد منها كوبايتين وهحط عليهم معلقتين كبار من النشا. شايفين ماشيه بالخطوات قدامكم بالظبط. اي معلقتين هرميتين زي ما بين عندكم بالظبط. هقلبهم الاول على البارد كده زي ما بين عندكم في الفيديو. بعد كده هرفعهم على النار واجيلكم. انا رفعتهم على النار لحد ما القوام بتاعهم بقى كده شبه البشاميل، اللي هو مش عايزاه مهلبيه، مش عايزاه تقيل، لا انا عايزاه اللي هو يبقى خفيف كده كأنك بتعملي كريب او بانكيك، عايزاه خفيف شويه. بعد كده هسيبها تهدى تماما. بعد ما سبناها تهدى تماما، جبنا بقى المضرب بتاعنا، ضربناها لمدة دقيقتين، وده شكلها بعد الضرب. احنا كل ده بنتعامل بالقشطة بتاعتنا من غير ما تدخل التلاجة، احنا كل ده بنتعامل بيها وهي بره بدرجة حرارة الغرفة. تعالوا بقى نشيلها ساعة في التلاجة ونشوف شكلها بعد ساعة دي. شايفين القوام رهيب، القوام بتاعها ملوش حل، ناعمة وكريمي وسلسة، وان هي كده تنفع ان انتي لكل الحشوات بتاعتك في رمضان. هتفيدك جدا الوصفة دي في رمضان، للبسبوسة والقطايف والكنافة، وكمان هتستعمليها في الطبخ في الرز المعمر. رهيبة. الدسم فيها عالي جدا. ليه بقى الدسم فيها عالي؟ لان وانتوا بتختاروا الكريمة ركزوا يا جماعة على النوع يكون نضيف، ونوع الدسم فيها يكون عالي، هتديكوا نتيجة ملهاش حل. احلى كمان من الوصفة بتاعت الحليب والنشا اللي هي القشطة الكدابة. هي دي برضو قشطة كدابة، بس دي والله حرام تتظلم ويتقال عليها قشطة كدابة، لانها فعلا قشطة 100% قشطة. ما تعرفيش تفرقيه عن القشطة التانية. سيفوا الفيديو عندكم لانه ان شاء الله هتحتاجوه في رمضان. وما تنسونوش في اللايك والشير وسبسكرايب للقناة عشان باذن الله يوصلكوا كل جديد.